الفكرة إلا فهمها الإنسان بكري غادي تختصر عليه سنين طويلة ديال القلق والتفكير الزايد. ماشي كل حاجة خاصها تزيد تفكر فيها، كاين أمور أحسن حاجة ديرها هي تخليها على الله. حنا عايشين في زمن اللي كيحسب فيه الإنسان أن كثرة التفكير دليل على المسؤولية، وأن الانشغال الدائم بالمستقبل هو الحكمة. ولكن الحقيقة هي أن العقل ملي كيتجاوز الحدود ديالو ما كيبقاش حكيم، كيولي غير مرهق ومتعب. شحال من ليله ضاعت علينا وشحال من لحظه زوينه دازت وما حسيناش بها حيت عقولنا كانت مشغوله بحوايج مازال ما وقعت اصلا. طبيعه العقل انه كيقلب على جميع الاحتمال، وهذه نعمه كبيره. ولكن مرات هاد النعمه كتبدا تولي سيناريوهات، وكيقنعك راسك انها هي الاقرب للواقع اكثر من الطمأنينة. وهكا الانسان ما كيبقاش عايش الواقع ديالو، كيبقى عايش غير اللي كيتخيلو. والمفارقة هي اغلب الحوايج اللي خوفونا البارح راه ما عمرها ما وقعات، ومع ذلك كيعاود العقل نفس اللعبة وكأنه ما تعلم والو. المشكل ماشي في التفكير، حيت التفكير نعمة عظيمة وبه كنعرفوا الخير من الشر والصواب من الخطأ. المشكل كيبدا ملي كنحاولوا نحملوا فوق كتافنا امور ماشي مسؤوليت، كنقلبوا على اجوبه الوقت ديالها ما جاش، وكنطلبوا ضمانات حتى في واحد الدنيا ما يقدر ما يعطيها لينا. كاين فرق كبير بين انك دير بالاسباب وبين انك كتظن ان كل شيء واقع. الا نسيتي هذا الفرق غادي يتقل قلبك وتحسب راسك خاصك تسير الدنيا كامله بوحدك. ولكن الحقيقه ابسط من هذا الشيء كامل. الحياة كانت غادية قبل ما تزاد انت، وغادي تبقى غادية من بعد ما اما انت فما عليك غير تدير اللي تقدر عليه وخلاص، ومن بعد سلم على اللي ما قدرتيش عليه بيديك، خليه هاد التدبير يدير الله كل شيء. وهذا الشيء ماشي دعوة الاستسلام، بالعكس هو دعوة باش الانسان يعرف الحدود ديالو وما يضيعش عمره كيقاوم في حوايج ما عمره كان مكلف يحميها. الراحة راه ما محتاجاش ملي تولي الحياة خالية من المشاكل، كتجي ملي كيعمر القلب باليقين بأن الله كيدبر من وراء الغيب أمور حنا ما قادرينش ندبروها أصلا. يمكن أكتر حاجة كترهق الإنسان هي أنه باغي يعرف نهاية ديال الطريق ديالو قبل ما يدير أي خطوة، باغي يطمئن على غدا وعلى الرزق اللي غيجيه وعلى النتائج اللي غيديرها وعلى مصيره في كل قرار ياخذ. إلا تأملتي شوية غادي تلقى ان الشيء اللي ما تعطاش حتى الانبياء حتى هما راه ما كانوش كيعرفوا الغيب، عاشوا حياتهم كياخذوا بالاسباب ومن بعد كيخليو النتائج على الله سبحانه وتعالى. وهنا كيغلطوا بزاف ديال الناس في فهم التوكل. التوكل راه ماشي هو تخلي الخدمه ولا تهرب من المسؤوليه ولا تنسى حياتك خليها تبدل بوحديتها. التوكل هو دير اللي عليك بصدق حتى توصل للحد اللي كتوقف فيه قدرتك، ومن بعد كيبدا امر ماشي بيديك. كاينه مساحه كبيره في الحياه، مهما كنت حكيم ومهما كنت عندك الخبره كبيره راه ما غاديش تقدر تتحكم فيها. ما غاديش تتحكم في قلوب الناس ولا في الاقدار الايام ولا في الفرص اللي كتجي ولا اللي كتاخر ولا في الرزق اللي غيجيب يجيب لك من الباب حتى اذا ما كانش في بالك. كل ما حاول الانسان يسيطر على هاد الحوايج كيزيد يتعب، وكل ما تقبل انها ماشي بيدو راه كيزيد يرتاح. واجمل حاجه في الايمان انه ما كيوعدكش بحياه بلا ابتلاء، ولكن كيعطيك قلب هادئ وسط الابتلاء. المشكل ماشي دائما في الثقل اللي كنحملو، المشكل هو اننا كنحسبوا راسنا كنحملوه بوحد. شحال من هم حبستيه فوق طاقتك وداز حتى ما عرفتيش كيفاش داز، وشحال من باب تسد في وجهك ومن بعد سنين وسنين فهمتي انه لو كانت تحل ما كنتيش غتوصل لديك الخير الاكبر اللي غيتسناك. الانسان كيشوف غير اللحظه اللي عايشها دابا، اما الله فراه كيدير الامور بعلم، ما كيحيدو لا زمان لا مكان ولا عاش. مرات التاخر كيكون رحمه ومرات المنع كيكون عطيه، وبعض المرات النهايات ما كتكونش نهايه، كتكون في ديك الساعه غير بدايه جديده مازال ما فهمناش المعنى ديالها. ملي كيستقر هذا المعنى في القلب المشكل ما كيختفيش، ولكن كتفقد القدره ديالها باش تخوف حيت كيولي في ديك الساعه عارف ان وراء كل قدر كاين رب رحيم ما كيضيع عنده حتى تعب
ولا كيغيب عليه حتى شي حاجه. كاينه عاده خفيه بزاف ديال الناس راه ما كينتبهوا لها، ولكن كتاكل في العمر ديالهم بشويه بشويه. هما ان الانسان كيعيش حياته جوج مرات، مره في الواقع ومره في خياله. في الواقع كلشي ممكن يكون هادئ، ولكن داخل راسو حرب راه ما كتسالي، حوار طويل مع المستقبل ومراجعه مستمره للماضي، وافتراضات ما عندها لا اول لا اخر على حوايج اللي مازال ما وقعتش اصلا، وربما عمرها غادي توقع. ومع مرور الايام كيولي هاد الصداع عاده، حتى كيحسب ليه الانسان انه ولا داكشي جزء من الشخصيه ديالو. وفي هاد الحقيقه راه غير عاده، واي عاده مهما طولات تقدر تبدل. المطلوب ماشي توقف التفكير، المطلوب هو تسول راسك مرة مرة، واش هاد التفكير كيقرب لي الحل ديالي ولا كيزيد لي قلق على قلق. الا كان كيدفعك للعمل صالح كمل فيه، اما الا كان كل نهار كيرجعك نفس الدوامة فاعرف انه ما بقاش تفكير ولا استنزاف الطاقة ديالك. العقل ديالك ما كيبقاش فيه القوة باش يحمل الهموم، كيقيسها بالقدرة ديالو يفرق بين اللي يقدر يبدلو واللي خاص يتقبلو برضا. وهذا الشيء ماشي سلبية، هذه هي الحكمة. ماشي كل باب كتدق عليه كيتحل، وماشي كل سؤال الجواب ديالو كيجي ليه. كاين امور ما كيحلهاش التفكير، كيحلها الوقت ولا تبدل الظروف في ديك الساعه، ولا لطف الله اللي كيجيك في واحد اللحظه اللي ما كنتش في الحساب ديالك. حنا تعودنا نربطوا راحه البال باختفاء المشاكل، انها ما تبقاش عندنا شي مشكل، ولكن الحياه ماشي هكا. غادي تسالي المشكله وتبدا وحده اخرى، غادي تسد باب ويتحل باب اخر. الا خليتي راحتك مربوطه بهذا الانتهاء ديال هذه المشاكل راه ما عمرك ما غادي تعرف السكينه. راه السلام الحقيقي ما كيجيش ملي كتولي الحياه مثاليه، كيجي ملي القلب يحبس يقاوم كل حاجه ما يقدرش يبدلها. وملي في ديك الساعه الانسان يفهم ان الله ما طلبش منه يحمل غدا فوق كتافه، طلب منه غير يحسن نهار اللي هو فيه. الا صلحتي اليوم ديالك الله غيتكلف بالغد ديالو. لهذا ملي عمر راسك بالاسئله ما تبقاش ديما كتقلب على جواب جديد. بعض المرات كل اللي خاصك ديرو هو ترخي شويه القبضه ديالك على الحياه. خليها ماشي كل السفن كتوصل للميناء بقوه المجاديف ديالها، كل سفينه وصلات غير حيت الريح جات في الوقت اللي بغى الله سبحانه وتعالى. شوف حياتك شويه، شحال من حاجه كنتي كتحسبها مستحيله واليوم ولات غير ذكرى، وشحال من باب تسد في وجهك حسبتي الطريق سهله ومن بعد فتح الله لك باب اخر حتى ما كانش في بالك. هادشي كله راه ماشي صدفه. هاد الرسائل كتعاود تقول ليك راه ماشي بوحدك في هاد الحياه، كاين تدبير اكبر من التدبير ديالك، ورحمه اوسع من الحسابات ديالك، ولطف كيوصلك حتى ملي ما كتحسش بيه. داكشي علاش ما ترهقش قلبك في محاوله تشد كلشي بيديك. دير اللي تقدر عليه باتقان، الا غلطتي اعتذر وسعى في كلشي اللي فيه الخير، ومن بعد خلي الباقي على الله. ماشي كل تاخر حرمان، وماشي كل انكسار نهايه. ربما الخير اللي كتسناه دابا راه غادي ليك، ولكن في الوقت اللي عالم به الله، ماشي في الوقت اللي انت مستعجلو بغيتيه. وملي غادي تؤمن بهذا الشيء بالمعنى الصادق غادي تكتشف ان راحة البال ماشي هي تضمن الغد، راحة البال هي الثقة في اللي بيدو الغد كامل. وفي الاخير ما غاديش نتفكر شحال من مره قلت لك على المستقبل، غادي نتفكر شحال من مره نقدك الله وانت كنتي كتسحاب لك باقي ما خرج. داكشي علاش كل ما ضاق صدرك ذكر راسك بحقيقه بسيطه، راه ماشي مطالب منك تعرف كيفاش غادي تسالي الامور، راه مطالب غير تمشي بقلب صادق وتدبر بالاسباب، وخلي النتائج اللي بيدو ملكوت كل شيء. طمائن، اللي كتبوا لك الله غادي يوصلك حتى الا تجمعات الدنيا كامله باش تمنعو، واللي ما مكتبش ليك عمره ما غادي يكون من نصيبك. حتى الا سعيتي عليه عمرك كله. خفف على قلبك وما تهلكش عقلك بحوايج اللي خباها عليك الله، وخلي الله يدبر امورك. وما دمت عنايته محيطه ودايره بك فما كاين حتى شي حاجه في الدنيا تستاهل تسلب منك السلام القلب ديالك. والسلام القلب ماشي هو ان العواصف تختفي ويولي كل شيء زوين.
سلامة القلب هو تعرف أن السفينة ديالك راه بيد أحسن من كيسوقها.